الإنتاج ديالها خدا سنوات من العمل، البحث والتطوير، والدول الكبرى تتسابق لإنتاجها وتطويرها، كيلقبوها بالأسلحة السوداء لخطورتها. وبها ألمانيا احتلت أوروبا في شهور وقدرات تفرض راسها كقوة عظمى على أوروبا. في هذا الفيديو غنهضروا على القطعة المفقودة داخل الترسانة المغربية، وأقوى غواصات شبحية أوروبية في العالم، واللي كتمناها إيران وكتخاف منها الجزائر وقريبا غيمتلكها المغرب. غنهضروا على المميزات والعيوب ديال هاد الغواصات والسبب اللي خلى المغرب ما يعطيهمش أهمية كبيرة بزاف. Let's get started. الغواصات اللي هضرنا عليهم في البداية ديال هاد الفيديو هما غواصات من نوع سكوربين الهجومية، واللي تم إنتاجهم وتطويرهم من طرف شركة نافال جروب الفرنسية سنة 2005. هاد الغواصة ديال العقرب هي أكتر سلاح تطلب مني في هاد القناة، وهي صراحة ماشي مجرد غواصة، هي وحش وماكينة حربية متكاملة. وانا متأكد ان الأغلبية غيتصدموا من اللي يعرفوا الإمكانيات والقدرات ديالها، وغيزيدوا يتصدموا من اللي يعرفوا الثمن. الطول ديال هاد الغواصات ما بين 66 و 75 متر، والعرض ديالهم تقريبا 7 أمتار. كتغوص 350 متر تحت سطح الماء، وكتقدر تهز جروب مكون من 31 شخص وتبقى بهم تحت سطح الماء لمدة ديال 18 يوم. التصميم ديال هاد الغواصة هو تقريبا مستوحى من التصميم ديال الغواصات النووية. الحكاية بدأت مع أواخر خريف عام 2018 عندما كان البرد القارس يخيم على مدينة سانت بيترسبرغ الروسية، وكل شيء يبدو طبيعيا في حوض السفن البحرية، فلا حركة تذكر تعكر وجه مياه البحر. لكن الأمر لم يكن كذلك في الأعماق، حيث تحركت 2 من أخطر الغواصات بالعالم التي لقبها حلف الناتو بالثقب الأسود جراء الرعب التي تنثره بأعماق البحار. وجهة غواصتي فرشيافينكا الروسية شبح كانت إلى سواحل الجزائر، حيث ضربت قوات البحرية الجزائرية موعدا مع الغواصتين من المشروع 06361 المصمم خصيصا للتصدير خارج روسيا. وفي 9 من يناير من عام 2019 دخلت الغواصتان رسميا الخدمة، متخذتين اسمي الأوراس والهقار وأرقام 031 و 032 على التوالي، فأصبحتا على الفور سلاح الرعب البحري المتطور بيد الجزائر، لتكمل الغواصتان الجديدتان سربا متطورا كان مكونا أساسا من غواصتين أخريتين دخلت الخدمة عام 2009، بعد أن اكتسبت الغواصة فرشيافينكا سمعة عالمية جعلتها تلقب أيضا بالقاتل الهادئ جراء تحركها من دون أي ضجيج، إذ إنها غواصة ديزل كهربائية بطول 76.2 متر وعرض 9.9 متر، وتتميز بقدرتها على التخفي ومتابعة الأهداف لعدة أسابيع ثم تدميرها بصاروخ مجنح أو بتوربيد، وتستخدم لمكافحة السفن والغواصات المعادية وحماية القواعد البحرية وخطوط المواصلات البحرية، كما تعتبر ذات نجاعة كبيرة في المناطق البحرية المحدودة ذات العمق الصغير. وتبلغ سرعتها على سطح الماء 17 عقدة بحرية وتحته 20 عقدة بحرية، وتستطيع الغوص على أعماق تصل إلى 300 متر تحت سطح البحر، بينما تبلغ مدة الإبحار المستقل 45 يوما، وعلى متنها طاقم من 57 فردا، إضافة إلى حمولة تصل إلى 2300 طن على سطح الماء و3950 طنا تحته، وتحمل أسلحة تعد بين الأكثر خطرا ورعبا في عالم البحار، بينها 6 توربيدات عيار 533 ملم معمرة أوتوماتيكيا، و18 توربيدا معمرا بطريقة عادية أو 24 لغما، وصواريخ مضادة للسفن من طراز ZM54A، و4 أطقم للصواريخ المضادة للجو من طراز ستريلا 3، إضافة لمنظومة الدفاع الجوي
زاروي إيغلا، ما جعل الناتو يطلق عليها اسم الثقب الأسود، كونها تستطيع تدمير وإخفاء أصعب وأخطر الأهداف بسرعة ودون ضجيج.